السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل مغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. فخلال هذه الحلقة غادي نتكلموا على خبر صار لجميع المغاربة وكذلك الأجانب بخصوص الدعم المباشر اللي غادي تقدمه الدولة للأسر. فخليكم معايا، ما تمشيوش بعيد، نتلاقاو بعد هذا الفاصل باش نتعرفوا على كيفية استفادة من هذا الدعم وتفاصيل كثيرة على هذا الموضوع. نبداو على بركة الله موضوع الحلقة اللي من خلاله غادي نتكلموا على السجل الوطني للسكان. فقبل ما نبداو شرح هذا الموضوع، فممكن أغلبية الناس ما يفهموش علاش كنتكلم، لكن في قادم الأيام غادي نعملوا حلقات أخرى نبسطوا فيها أكثر هذا الموضوع إن شاء الله. إذا كيتعتبر السجل الوطني للسكان نظام رقمي لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من جميع الفئات العمرية، بحيث كيتمنح لكل شخص مسجل معرف رقمي كيتسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، وهو عبارة عن رقم تسلسلي. وغادي يساهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبرامج والخدمات الاجتماعية للمواطنين عبر المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وخدمات للتحقق الآني من صدقية المعطيات. ويمكن المواطنين السجل في هذا التسجيل في هذا السجل الوطني بالمجان، وذلك عبر مركز خدمات المواطنين التابع لمحل إقامة الشخص المعني، وهي خدمة مفتوحة بصفة غير محددة في أجل معين. وكيتكون المعرف الرقمي المدني والاجتماعي من 10 أرقام، إذ يمكن هذا المعرف الرقمي من التقيد في السجل الاجتماعي الموحد، واللي غادي يصبح عند الاعتماد ديالو الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة من هذا الدعم، اللي غادي يبدأ الصرف ديالو أو الصرف ديالها عند نهاية التسجيل بعد حصر الأسر اللي غادي تستفد. وغادي تستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك من أجل التحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي، ولضمان أحادية المعرف الرقمي المدني الاجتماعي يقارن النظام المعلوماتي البيانات البيومترية لصاحب الطلب بجميع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، ويتم منح المعرف فقط في حالة عدم وجود تسجيل آخر بنفس البيانات البيومترية. وكتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية أو القيادة التابعة لمحل السكنة الشخص المعني، كما سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية. وأثناء عملية التسجيل فغادي يتم أخذ صورة للوجه ولقزحية العينين، كما سيتم إرسال المعرف الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. ولتسريع التسجيل فكينصحوا بالتسجيل المسبق عبر موقع www.rnp.ma Registre National de la Population. هذا ويجري تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل. كان الأول ديال هاي المرحلة التجريبية اللي تمات في عملات الرباط وإقليم القنيطرة، ويشرع الآن في تعميم السجل المذكور، إذ دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط صالة القنيطرة وجهة طنجة تطوان وجهة فاس مكناس، على أن يتم تعميمها تدريجيا باش تشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة. وقد تم حتى الآن تسجيل حوالي 400 ألف شخص. في الآن 3 جهات اللي ذكرنا هي اللي بادي فيها التسجيل، فمن اللي بدأ التسجيل في الجهات الأخرى غادي نعلمكم إن شاء الله. فهادشي اللي كاين في هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة وموضوع آخر إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.